السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخوتي أخواتي الكرام. بداية خلونا نكسب كلياتنا الصلاة على نبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في عنا شاب مغترب كان بتركيا وإجا على إدلب من جديد، وبدأ بمشروع بسيط وحابب يتسبب، والشاب متوكل على الله سبحانه وتعالى وقايل يا رب، ولكن بما إنه ما حدا بيعرفه بحكم إنه كان مغترب طبعا، فحابين نروج له ونعمل له دعاية وإعلان وكلياتنا نتساند ونتكاتف لنوصله ويصير معروف ببلد. طبعا مشروع على الشكل التالي: مشروع بسيط جدا، مشروع نقل مياه صهريج مي. على ما اعتقد صهريجه 5000 او 6000 لتر من المياه. وبالنسبه للاسعار راح تكون اسعار محروقه، حرق اسعار باذن الله سبحانه وتعالى. على سبيل المثال 1000 لتر قد ايه بتنباع؟ على ما اعتقد 60 65 ليره، عنده راح تكون 50 او تحت ال 50 كمان. على كل حال انا ناطره بشارع 30 ليجي واستفسر منه شويه كلام عن السعر وعنوانه ورقمه، وراح اترك لكم كل شيء بالوصف. ارجوكم بتمنى تدعموا. كل حب والاحترام، تابعوا. الشاب اجى وصف. طبعا مثل ما انكم ملاحظين كل شيء جديد، الصهريج جديد، المضخه جديد، الخرطوم جديد، كل شيء جديد، تفصيل جديد. وبعدنا يعطيك العافيه. الله يعافيك علينا. خيو بالنسبه لمكان وجودك وين بإدلب؟ شارع 30 او عند دوار الشمعات بإدلب. شارع 30 او دوار الشمعات. خيو بالنسبه لاسعار المي، انا وعدت المتابعين واللي عم بيشوفوا الفيديو انه راح يكون في حلقه اسعار. قديش سعر ال 1000 لتر عندك؟ 50 او 45 حسب الطابق. يعني حد اقصى قديش؟ اذا كان طابق خيو خامس سادس قديش ال 1000 لتر؟ هنا 60 ليره. خامس سادس 60، تحت 50. خيو اذا تحت 45، ثاني ثالث 45. تمام؟ ثاني ثالث 45، رابع خامس 55، 55 سادس سابع 60. 60. تمام هيك يا شباب، الله يبارك فيكم. ابو عدنان، ادلب مديني، دوار شمعات، شارع 30، جامع بزر. على كل حال انا راح اترك رقمه للشاب بالبوست بالوصف، وراح اتركه كمان ظاهر بالفيديو. تواصل معه في خدمه للمزارع للمسابح مستقبلا للمنظمات، طبعا على الطلب بيجي. تمام. اهلا وسهلا فيكم، اخونا ابو عدنان يرحب فيكم. لا تنسوا تدعموا الفيديو وتشيروه على اوسع نطاق، يستاهل. كل حب والاحترام، اخوكم ميار، سلام.